إذا تسمح لي حتى نعم. أنطيك أكبر عدد ممكن من اللي كاتبه. أقول ما من الصوت أسمع بس وحيف الموت، ما من الصوت والوادم تون بسكوت، أعاين عالدرب سكة ومحطة خوف، وبنادم مثل تمثال سكته يفوت. يا بحر النجف ما شبع بطن الحوت، يا ريل العمر لا تسرع بممشاك، خايب خاف أموت وما يصح تابوت. أخاف الليل يكبر والشمس تغتاب، ويموت الفرح ويعرس الطاغوت، وتسيل الدموع بحضرة الشمات، وغرب لا عراضة ولا دمع زاتوت، لا صفقة حسافة ولا حزن سمار، ولو صار اللي يموت بهالوقت مبخوت. يا موت الغصب شاق اللي يمت تموت، يا مبطل كل سحر ما نفع كل شيء بيك، لا عصات موسى ولا سحر هاروت. الله يخليك. احسنت استاذ. الله يخليك. لا تخلي استنزفك والله. نسمع بعد يعني. أقول صورة وصوت، بس إحنا نشوف الموت، صورة وصوت، وبس إحنا اللي بدينا نفصل التابوت. يتعدى العمر وسنيننا معسرات، تتعب بالمخاضة وتنجب الطاغوت. صار الموت يرسم عالسكة صورة رعب وأحزان، وسيوف التقطع الفرح من يفوت. صار الموت عنوان القصيدة تنحج بكتمان، وش محلى القصيدة تنحج بلا صوت. الله الله جميل. لأني كلهم كاتبين أنا فترة يعني من ال هاي الفترة أيضا حركت شجون الشعراء. بالضبط أكيد. يعني كل الشعراء بدون استثناء نعم كتبوا لهذه المرحلة إلا ما بس قلم قلمين. بس العفو يعني. أستاذ إذا اسمح لي، هذه بحاجة إلى جرأة. أنا مو من باب التبجح، أنا قريت علم ترد وطلعت من الجمعية، كانت هنا بالناصرية، لحقني نعم. الله يرحمه فايق عبد السعدون، قال لي أنت لو مجنون لو متعافى. بالضبط. ماكو واحد هاي خطرة في ذيك الفترة. اي بالضبط يا خطرة. الآن احنا ما نريد ندوس على الخطورة مثلا. لا قلت له أستاذ هي كتبتها يعني وين أوديها بعد؟ لا نعم. لازم أقراها يعني. أنا